والارض دي اللي ان احنا عندنا حمله العلاج بتاع مكافحه فيروس سي الحمد لله ماشيه بشكل ناجح جدا في محافظه الاسماعيليه، واحنا عندنا حوالي اكثر من 12,000 مريض تم علاجهم علاج وشفاء كامل. عندنا في حدود 600 مريض هم اللي موجودين تحت العلاج دلوقتي، لا يوجد لدينا اي قوائم انتظار. احنا بدانا بقى مرحله جديده خالص ومحور ثاني النهارده اللي هو محور المسح الشامل اللي بيتعمل لمواطنين الاسماعيليه. وبصراحه يعني تم الاتفاق على ان تكون نقطه البدايه هي قريه الامل. قرية الأمل دايما بالنسبة لنا هتبقى هي أي حاجة فيها نوع من التفاؤل أو البدايات الطيبة هتبدأ من قرية الأمل. فقررنا أن نبدأ حملة مسح الفيروس سي من على قرية الأمل. خدنا قرية الأمل أبو يروق، ثم سنستمر في منطقة الأنطرة شرق إلى أن ننتهي من كل قرى منطقة شرق، وننقل على بقية القطاع الريفي في المحافظة. بنتمنى أن هو خلال 17 نكون أنهينا مسح القطاع الريفي بالكامل. وبدا وفي بعض الجهات هتساعدنا في الفتره الجايه. يعني احنا عندنا اكتر من جهه بتتعاون معانا الجامعه ومعانا الشؤون الصحيه مديريه الشؤون الصحيه ومعانا التامين الصحي. هيضاف الينا قريبا ان شاء الله وبامكانياتها هيئه قناه السويس. وبالتالي حضرتك كنت قعدت مع رئيس هيئه قناه السويس ووعدنا ان شاء الله ان هو يحط كل امكانياته معانا في هذه الحمله القوميه. احنا بنبغي بيها مسح كل مواطنين الاسماعيليه خلال الفتره الجايه، سواء اطفال او رجال او كل من هو فوق ال 18 ايا كان السن، بحيث ان احنا نطمن على صحه مواطنينا. كل من سنجده حاله ايجابيه علاجه عندنا وهيتحط على طول في برنامج العلاج فورا ويخش معانا في العلاج. انا ما عنديش قوائم انتظار، فبالتالي اللي هيجي هو ده اللي هنبدا بيه العلاج طبقا للموقف، واحنا قادرين على علاجهم ان شاء الله باذن الله. مع حضرتك دي بدات فكرتها ان شاء الله مع دعوه القياده السياسيه في مصر بمسح الجمهوريه وبعدها خاليه من فيروس سي. بدانا فيها ان شاء الله تنسيق مع التامين الصحي ومع وزاره الصحه، وان شاء الله في الهيئه هيبقى لها دور الفتره الجايه. خلاص ان احنا نظمنا حمله شامله. الامل بتاعنا كلنا تكاتف كل الجهود ان تبقى اسماعيليه خاليه من فيروس سي في 6/2018. هتبدا الحملات بتاعتنا بالتوالي، كل يوم جمعه في حمله ان شاء الله في مكان. ده بعد ما خدنا الخريطه الصحيه والسكانيه الاسماعيليه عشان نحدد اماكن بتاعتنا. كل يوم جمعه بقى في حمله زي ما انتم شفتوا النهارده. بيجي المستهدف او الفئه المستهدفه بتاعتنا فوق سن ال 18 سنه، بيشرفنا الواحد بيتعمل له الموجات الصوتيه نطمن على حاله الكبد وحاله الاعضاء الداخليه، بنعمل له التحاليل الشامله بتاعها بيبقى فيها فيروس سي، وبتوقع عليه كشف طبي عشان في اي امراض اخرى منها مسح صحي ومسح فيروس سي. بعد يومين او ثلاثه المفروض بيطلع النتائج، العيان بياخد الكارت بتاعه ويروح مركز العلاج عشان يبدا ياخد كورس العلاج بتاعه. علينا امل كبير تعاون كل الجهود معانا ان احنا اسماعيليه تبقى خاليه من فيروس سي في 6/2018. شكرا ليك.
لازم ياخدوا حاجه عندنا مشكله وصوتنا بالنسبه للعيش برضه ما هي مسميه عارف اهو وعلى حسابنا صورة ليا كده عبد الله انا شغال اهو. في انتصار